اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخبر اللي معايا خبر حصري عن الفنانة لوسي وإليكم التفاصيل. تامر فرج يكشف سبب ضرب لوسي لإحدى بطلات مسرحية الحفيد على المسرح. كشف الفنان تامر فرج أسباب أزمة مسرحية الحفيد التي يقدمها على خشبة المسرح القومي برفقة الفنانة لوسي، مؤكدا أن الفنانة صدر منها بعض الأفعال الغير لائقة وتتنرفز بسرعة وتفهم الأشياء خطأ. وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر الجديدة المذاع على فضائية ETC اليوم الثلاثاء: إننا جميعا كفريق عمل المسرحية من فنانين وإخراج لم نكن نريد أن يصل الأمر لخلاف أو أزمة بيننا وبين الأستاذة لوسي، وكنا بنبلع تصرفاتها على أساس إننا في النهاية أسرة واحدة وزملاء، واحتراما لخشبة المسرح القومي أولا واحتراما لسنها ثانيا. وقال: لكن للأسف الأستاذة صعدت الموضوع وحولته لأزمة خاصة بعد أن قالت بما لا يصح أن يقال على شاشات الفضائية في حق زملائها من أعضاء الفرقة. والموضوع باختصار إن الفنانة لوسي كانت دائما تكرر أنها بطلة المسرحية ونجمة العرض، وإن الناس هتيجي المسرح القومي عشان تشوف لوسي بتمثل، مما انعكس على تصرفاتها وتدخلات وتحكمات في كل صغيرة وكبيرة في العرض، وحتى في أداء زملائها وفي الشخصيات التي يؤدوها، ما شكل اعتداء واضح على صلاحيات المخرج وأحيانا على صلاحيات مدير الفرقة نفسه. وأكمل حديثه: ما حدث إهدار للمال العام بأن عمل مثل هذا لم يتم تصويره بسبب ولم يعقد أكثر من 44 يوم ويتم وقفه بسبب التحقيقات التي قامت بها الفنانة لوسي، وتقطع عيش كل الفنانين الموجودين بالمسرحية، قائلا: الفنانة لوسي ادعت علي اني اعمل مشاكل وعايزة اتلمع. ما كانش المسرح جابني مرة اخرى في مسرحية جديدة وانا لدي شغل كتير ومسرحيتين. وهذا اخر ما توصلنا اليه من هذا الخبر، وارجو من حضراتكم اللايك والشير والسبسكرايب وان تدعموني في القناة، وما تنسوش الاشتراك. شكرا لحضراتكم، مع السلامة.